اليوم غنهضروا على نجيب ابو كيلة اللي مسمي نفسه اروع ديكتاتور، واللي قضى على اخطر عصابه اللي كانت كتحتل الرقم واحد عالميا من ناحيه الاجرام. بقاو معانا باش تعرفوا القصه كامله. وتولد في يوليو سنه 1981 من ام فلسطيني مسلم، وهو رجل اعمال وعمل كممثل في شركه ياماها صانعه الالات الموسيقيه والدراجات الناريه، ودخل السياسة مرشحا لبلدة نويغو اسكتلان وفاز بها باكتساح. وأعلن ترشحه للرئاسة خلال بث مباشر على الفيسبوك في يوليو 2018، وانتخب رئيسا للسلفادور في 3 فبراير 2019. أروع ديكتاتور، هل قضى على أخطر العصابات أم أنه انتهك حقوق الإنسان في السلفادور؟ تواجه الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة اللي وصف راسو بأروع ديكتاتور بين الأمريكيتين اتهامات متزايدة على حربه مع عصابات الجريمة المنظمة، وعلى أنه شعل ظاهرة الاعتقالات التعسفية والعشوائية وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية. وكتقول جماعات حقوقية أن هذه حالة الطوارئ التي فرضت واللي تم تجديدها بشكل دوري منذ ذلك الحين أدت إلى اعتقالات تعسفية وسوء المعاملة والوفيات في السجون المكتظة، وكتعتبر حالة طوارئ استثنائية اللي فرضتها الحكومة، واللي كانت جزء من الحملات العصابات اللي هما عصابات مارا سالفاتروشا وعصابة الشوارع باريو 18، سيئة السمعة التي أرهبت الناس على مدى العقود بالعنف والابتزاز. ولعل الهدف من تأسيس هذه العصابة هو حماية المهاجرين السلفادور من عصابات الأخرى في كاليفورنيا والمافيا، خاصة المافيا المكسيكية. ولكن هذه العصابة في السنوات اللاحقة أصبحت أخطر عصابة إجرامية منظمة، وتوسع النشاط تاعها في الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية وحتى كندا. وإشارة MS-13 هي مختصات مارا سالفاتروشا اللي تأسست في لوس أنجلوس في أمريكا سنة 1981، وهو وصول مجموعة من المهاجرين السلفادور هربا من حرب أهلية مشتعلة في ذلك البلد الفقير في أمريكا الوسطى. وأي شخص باغي ينتمي لهذه العصابة خاصو يتعرض للضرب المتواصل لمدة 13 ثانية، ولا نجح في الاختبار كيتم قبول عضويته في العصابة. والأنشطة ديال هاد العصابات هي القتل واغتصاب والمتاجرة في المخدرات وتهريب المهاجرين، وكتاخد ولاية تكساس نقطة اتصال بين الفروع ديالها داخل الولايات المتحدة وخارجها، وكتستافد من تهريب المهاجرين عبر الحدود، وعندها خلايا داخل السجون الأمريكية. ويذكر أنها استفادت من عمليات ترحيل المهاجرين اللي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإعادة إدخالهم عبر طرقات التهريب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عند دخول هاد المهاجرين كيتم التجنيد ديالهم من طرف MS-13. وكتعتمد هاد العصابة على جمع معلومات حول هاد المهاجرين اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة الفئات العمرية الشابة، وتحديد العناوين السكنية ديالهم وهويات أقاربهم. ومنين كيحدوا هاد المعلومات اللي باش يجندوا بها هاد الأشخاص لصالح العصابة، ولا تم الرفض من طرف الشاب أو الشابة كيعرضوا نفسهم وأقاربهم إلى الاعتداء والتهديد. وكتقول دراسات أمريكية أن عدم انضمام المهاجرين الجدد ورفضهم وانصياعهم MS-13 هاد العصابة كتنتقم منهم. والإحصائيات كتقول بأنها كتستهدف المهاجرين أكثر من أنها كتستهدف الأمريكيين. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال أكثر من 66,000 شخص واعتقال آلاف السجناء في سجن ضخم جديد
اللي هو شديد الحراسة، واللي غادي يصبح أكبر سجن في العالم مع استمرار توسيع مساحته. وكتمتع السلفادور بأعلى نسبة السجناء في العالم، اللي هو ما يقارب 2% خلف القضبان، مع العلم أن عدد السكان ما كيتجاوز 6.4 مليون نسمة. واعتبر رئيس سلفادور أن هاد السياسة ديال القبضة الحديدية اللي اعتمد عليها أدت إلى انخفاض معدل جرائم القتل في البلاد. وأصبح أبو كيلة اللي من أصول فلسطينية كيتمتع بشعبية كبيرة بين الشعب السلفادوري، و92% من السكان مؤيدين لحالة الطوارئ الاستثنائية. وقال خوان كارلوس 48 سنة، مصور صحفي مقيم في عاصمة سان سلفادور، بأن المواطنين البلاد كيتمتعوا مؤخرا فترة غير عادية، هدوء والراحة والسلام، وأن العصابات اللي في الشوارع اختفت بشكل نهائي في الحي ديالو. وفي المقابل يرى الحقوقيين أن السياسات العقابية المتشددة لأبو كيلة واللي كتثير عدة تساؤلات بشأن الثمن اللي رغب السلفادوريين دفعه مقابل الزيادة في الأمان. ومنذ توليه منصبه سنة 2019 استخدم رئيس البلاد أغلبية تشريعية لعزل 5 قضاة، وعينت المحكمة العليا 10 قضاة مؤيدين ليه، وبموجب مرسوم الطوارئ اللي كيهدف محاكمة العنف العصابات يمكن للسلطات أنها تجاوز بعض الحقوق الدستورية. تستطيع الشرطة اعتقال الأفراد دون مذكرة توقيف. وقالت واحد المنظمة اللي الاسم ديالها Human Rights Watch أن هناك انتهاكات جماعية أدت إلى وفاة 100 شخص عند احتجازهم، واعتقال أطفال ما كيتجاوز العمر ديالهم 12 سنة عفوا. وقالت على أن هناك كثير من الاعتقالات دون وجود أدلة جوهرية مؤكدة. وفقا للتقرير اللي أصدرته مؤخرا، قالت بأن الشرطة كتعتقل أشخاص حاملي الوشوم في أجساد ديالهم، دليل على انضمامهم إلى عصابة معينة. وقالوا العديد من الشهود اللي قابلتهم المنظمة أن بعض الأقارب ديالهم ما كيحملوش الوشوم على الأجساد ديالهم واعتقلوا، والذنب ديالهم أنهم كيعيشوا في أحياء فقيرة كتسيطر عليها العصابات. ونبهات مديرة أبحاث حقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية سلفادورية أنها تلقات 3300 شكوى من عائلات زعمت أن أبنائها تعرضوا للاحتجاز التعسفي من طرف الشرطة. ووفقا لبيانات المنظمة فقد كان لدى الشرطة أدلة ملموسة على عضويات هذه العصابة. معظم الحالات أن ليس للشرطة دليل على تورط هاد المعتقلين، فمجرد القبض عليهم كيولي من المستحيل إخراجهم. وفي نفس السياق اعترف نائب الرئيس السلفادوري فيليكس أولو أن تمت هناك أبرياء كانوا ضحية لمكافحة الجريمة والعصابات في البلاد. وأنا شخصيا كنقول بأن هذا من أحسن الرؤساء اللي دازوا في العالم، لأنه من بعد عقود كثيرة من الإجرام في هذيك البلاد اللي ما كان حتى حد يقدر يدخل ليها، كان من المستحيل كانت فيها السياحة وكان شي واحد كيدخل، أن حتى شي واحد ما يقدر يزعم بأنه يكون رئيس في هذيك البلاد بكثرة هذوك المجرمين اللي كانوا فيها، اللي كانوا مسيطرين على البلاد كلها. وأن هذه البلاد إن شاء الله راه غادي تولي من هنا لقدام من البلدان المتقدمة، وراه دخل فيها بيتكوين يعني العملة الرقمية، وراه غادي في تطور. ومن هنا كنقول لكم شكرا على مشاهدتكم هذا الفيديو، مع فيديو جديد إن شاء الله. وما تنسوش تشجيعكم لينا بلي لايك ولي كومنتير، وشكرا على المشاهدة.